يا مساء الخير والحب والسعادة على كل المشاهدين الحلوين اللي بيشوفونا دلوقتي على قناة صدى البلد وحلقة جديدة وعيش صح. النهاردة يوم جديد ويوم مختلف، ويا رب يكون يوم سعيد ومليان بالتفاؤل علينا وعليكم يا رب. النهاردة هيكون عندنا حلقة مختلفة جدا، حلقة مميزة جدا هنتكلم فيها في موضوع يمكن يكون بيشغل بال كتير من الأزواج وكمان كتير من الأولاد والبنات اللي لسه بيختاروا شريك حياتهم. ولكن برضو النهاردة هيكون عندنا فقرات مهمة جدا بتهم كل أفراد الأسرة. النهاردة هنتكلم عن طرق شفط الدهون والوسائل الفعالة لعلاج السمنة، ودي هتكون مع أستاذ دكتور أشرف كامل، استشاري أول جراحات التجميل بالمركز الطبي الدولي. وكمان الفقرة الثانية هيكون معانا دكتور إيهاب ماجد، خبير العلاقات الأسرية، واللي هيتكلم معانا عن موضوعنا النهاردة. موضوع النهاردة بقى يا جماعة هو إيه هي الصفات اللي ما تتعاشرش سواء في الزوج أو الزوجة أو حتى وإحنا بنختار شريك الحياة. أعتقد إن في صفات كتيرة قوي، يعني منها أو يعني أهمها ممكن البخل، الكذب، عدم المسؤولية. يعني أعتقد أن الموضوع ده نسبي فهيختلف من شخص للتاني. أنا مش عايزة أرغي عليكم كتير، خلينا برضو لما دكتور إيهاب يجي هو هيفيدنا أكتر وهيكلمنا عن الموضوع بالتفصيل. ولكن أنا برضو مستنية مشاركتكم من خلال أرقام تليفوناتنا، الSMS 91177، من أي تليفون أرضي على 09000 ومن أي موبايل على 2670. نروح دلوقتي لفاصل صغير ونرجع لكم مع أستاذ دكتور أشرف كامل. وأي حد عنده أي سؤال برضو عن موضوع عمليات شفط الدهون، يمكن ناس كتير بيبقى عندها بعض التخوفات والقلق من فكرة الجراحة وإزاي نقدر نشفط الدهون عن طريق الجراحة، وفي دلوقتي كمان وسائل حديثة عن طريق الليزر. كل ده هنعرفه أكتر مع دكتور أشرف. نروح لفاصل صغير ونرجع لكم، استنونا. مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل. شفط الدهون من الوسائل الفعالة في علاج السمنة وخصوصا السمنة الموضعية. يا ترى الوسيلة دي تصلح لكل الناس؟ ايه نسبة نجاحها؟ هل ليها اي مخاطر او محاذير؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي من خلال فقرتنا مع ضيفنا الاستاذ الدكتور اشرف كامل، استشاري اول جراحات التجميل ورئيس قسم جراحة التجميل بالمركز الطبي الدولي. دكتور اشرف مساء الخير. مساء النور يا فندم. نورنا. اهلا، ده نورك. دكتور اشرف، يمكن في الفترة الأخيرة الناس بدأ يبقى عندها ثقافة الاهتمام بعمليات التجميل. يعني الأول لما كنا بنيجي نتكلم عن التجميل الناس كلها كانت بتخاف، خصوصا ان دايما التجميل عبارة عن جراحة او يساوي جراحة. فخلينا في البداية نقول ايه هي السمنة الموضعية. بداية كلمة أنا معترض على كلمة جراحة، لأن كلمة جراحة بتخوف ناس كتير جدا جدا من زيارة حتى طبيب التجميل في عيادته. لأن التكنولوجي كل ما تتطور والطب كل ما يتقدم، كل ما نبعد عن المخاطر، كل ما نبعد عن المشاكل، كل ما نحسن كلمة أنت رايح تزور استشاري التجميل وليس استشاري جراح التجميل، يعني مشرط. مفيش مشرط في الموضوع في 95% من حالات بتاعتنا. السمنة الموضعية دي اللي هي عبارة عن بعض المناطق تكونت فيها الدهون على مدار الزمن أو على مدار السنين، وبعدين الإنسان حاول يخس وحاول يعمل ريجيمات وحاول يعمل دايت وجري وعمل كل حاجة، بذل كل اللي يقدر عليه. بالظبط. وفي ناس كمان بتلجأ لأدوية تخسيس، وفي ناس بتلجأ لأدوية تسد النفس أو أدوية تقلل امتصاص الدهون. بعد ما بيخلص كل الشغلانة دي وزنه بيخس، بس في بعض المناطق لا تستجيب. احنا بنسميها مناطق سمنة عنيدة. عنيدة يعني ممكن كله يخس ما عدا مثلا منطقة بتاعة الاستومك اللي هي فوق السرة. كله يخس ما عدا منطقة الجنبين اللي هو الفلانكس. كله يخس ما عدا منطقة اللي ورا في الظهر، في منتصف الظهر بالظبط. المناطق دي احنا لقينا لها حلول حديثة بعيدة عن كلمة جراحة. زمان كانت بتستأصل بالمشرط. دي الجراحة القديمة. وبتسيب سكار، يعني علامة شكلها وحش بعرض الظهر أو بعرض البطن.
بتخلي المريض يهرب منها ويهرب انه اصلا يزور جراح التجميل. لكن النهارده احنا بنستحدث طرق جديده. هذه الطرق بتخلي المريض يحس ان هو رايح يزور، كانه رايح يزور دكتور السنان. جلسه ونص ساعه او ساعه ويروح تاني يوم ينزل شغله عادي جدا جدا. ده بقى دكتور شفط الدهون بالليزر ولا ده الشفط العادي؟ ده بالظبط، ده شفط الدهون بالليزر. اللي هو بنفتح فتحه صغيره جدا حوالي من 4 مللي ل 6 مللي، يعني رفع القلم. وبندخل حاجه رفع القلم كده او ارفع من القلم شويه. بتبقى حقنه؟ بتبقى آلة بتشفط الدهون. قبل ما تشفط الدهون بتبقى بتتصل بجهاز الليزر. في اخره في لمبه صغيره في اخر الآلة دي. اللمبه دي بنخش فيها عند مناطق الدهون العنيده اللي هي ما استجابتش لاي حاجه، نكسرها بجهاز الليزر عن طريق اشعه الليزر. اشعه الليزر تحول الدهون المتماسكه الى سائل. بس سائل متماسك شويه زي الطحينه تقريبا، او زي عصير المانجا، بس ما حدش يقرف بقى من الكلام ده. فبتبقى سهله في ان احنا نشفط وبعد كده الدهون ندخل بقى. تاني نوصل هذه الآلة الرفيعه بجهاز تاني نشفط الدهون بعد ما تحولت الى سائل يشبه الطحينه. المريض ايه اللي حس بيه؟ بنج موضعي، مفيش مشاكل خالص، مهدئ. بعد العمليه ممكن يروح، اخر النهار ممكن يروح شغله. طب يا دكتور خليني بس اتوقف معاك عند النقطه دي. هل كل الناس بتتحمل البنج الموضعي ولا في ناس بتحتاج لبنج كلي؟ لا ولا على حسب المنطقه اللي هيشفط فيها الدهون؟ حضرتك دكتوره مش لا انا عشان بهتم بالمواضيع التجميليه دي، لانه يعني دي من اكتر الحاجات اللي بتشغل بال الستات والبنات دلوقتي. طبعا. حتى من بدايه 25 سنه، فبحب اقرا فيها كتير يعني. من بدايه 18 سنه. 18 سنه. الجزئيه بتاعت البنج عباره عن 95% من عمليات شفط الدهون احنا بنعملها ببنج موضعي، ومش وبس، لان المريض بيخاف من منظر الدكاتره والماسك والمساعدين والحكيمه والالات وكده، فبنديله معاها مهدئ، فبيبقى المريض شايفنا وبيستجيب معانا ويقعد يحكي معانا بس مش خايف. بالظبط زي اللي ايه واخد 4-5 اقراص منوم، وانت بتكلميه قبل ما ينام هو مش فاكر انت بتقولي ايه، لكن متجاوب معانا. يعني صاحي بس هو صاحي، ارفع مش حاسس باي الم يعني في اي حاجه مضايقاك، ده طول العمليه، لكن مش حاسس باي حاجه. طب دي سهله يعني كويسه. ده نوع من الاطمئنان برضو ان الناس تطمن يعني. 95% من الحالات احنا بنعملها بهذه الطريقه. اللي هو بنج موضعي في المنطقه اللي احنا هنشفط منها بس، مع سوائل معينه بتساعد على فصل الدهون، الطبقه العضلات عن الطبقه اللي تحت الجلد. مع جهاز الليزر يكسر الدهون، نخش نشفط هو مش حاسس باي حاجه. طب يا دكتور ده برضو يخليني اسالك انه ليه اكتر المناطق اللي بتكون فيها دهون كتير منطقه البطن ومنطقه الارداف عند كل الناس، او بالتحديد عند السيدات؟ عند السيدات وخاصه في مصر او في الدول العربيه شويه. لان السيدات يعني 90% من شغلهم جوه البيت، وجوه البيت ما بيحرقش دهون بالشكل الكافي. ما بتنزلش وتطلع وتركب مواصلات وتروح مشوار وتروح جيم وتروح نادي، ما عندهاش وقت. العيال، الاولاد، المدرسه، البيت، فمعظم الوقت الحركه بتاعتها قليله. ما بيبقاش في اي عوامل وراثيه مثلا تكون وارثه؟ في جزء منها عوامل وراثيه الجسم ده او من احد من اهلها طبعا مثلا. في جزء من المناطق المتراكم فيها الدهون بتبقى ورثاه من حد من الوالدين. تقسيمه الجسم نفسها في بعض الناس بتورثها من حد من الوالدين. تمام. لكن برضو احنا بنقدر نتغلب عليه. طب يا دكتور خلينا نرجع للموضوع تاني وشفط الدهون تاني. امتى بقى المريض يقرر انه محتاج عمليه شفط دهون او عمليه شد ترهلات؟ مش المريض اللي بيقرر، الطبيب اللي بيقرر. لا يعني امتى انا مثلا كمريضه اجي اخد خطوه او اخد قرار ان انا اروح للدكتور؟ زياره الدكتور دي. المريض اولا احنا ما بنحبش المريض اللي يجي يقول لك ده قالوا لي الحته دي دمها تقيل شكلها وحش روح اعملها عند دكتور. احنا بنحب المريض اللي جاي مقتنع ان هي عايزه تتصلح. المريضه او المريض يقف قدام المرايه في الحمام ويبص كويس على جسمه. لو شاف ان في حاجه مضايقاه هو شخصيا يزور الطبيب ويقول له اتعالج منها ازاي. في حاجات هتحتاج شفط دهون، ودي زي ما قلت موضوع بسيط خالص والمريض بيروح في نفس اليوم، لا يستغرق وجوده في المستشفى اكتر من 4 ساعات. في اجزاء تانية هتحتاج شفط دهون وشد ترهلات في نفس العمليه. دي اعتقد بعد الولاده، يعني بعد ما السيده بعد تكرار الولادات حملت بيبقى في ترهل بقى في منطقه البطن السفلى. البطن اللي هي المنطقه بين السره وبين
الجرح بتاع القيصريه لو كانت اجريت لها عمليات لو الولاده قيصريه. سيزيريان مع تكرار الولادات الجلد بيتشد، ولما بيرجع ما بيرجعش لطبيعته. مع ان الحامل بعد ما تولد ما بتعملش تمرينات رياضيه، حتى العضلات كمان يحصل فيها شويه ترهل. يبقى ترهل في العضلات وترهل في الجلد وتراكم في الدهون في المنطقه اللي بين السره وبين جرح القيصريه. المنطقه دي لما بيحصل فيها تراكم للدهون كتير مع تكرار ولادتين او 3 او 4 يبدا تحتاج احيانا شد بطن. بس شد الجلد مش شد عضلات. لما بتكون العضلات ضعيفه بنشد العضلات علشان نعمل منطقه الخصر اللي هي الويست. الويست يعني زي الكوكاكولا. لما بتكون العضلات كويسه وصحتها كويسه ومشدوده وهي عملت تمرينات بس حصل شويه ترهل في الجلد وتراكم في الدهون، بنتعامل مع الجلد والدهون بس. ودي برضو نقدر نعملها ببنج موضعي. طب يا دكتور، هل بعد ما بنقوم بعمليه شفط الدهون من مثلا منطقه البطن هل بترجع تاني؟ المكان اللي اتشفط منه الدهون لا يمكن يرجع منه دهون تاني مدى الحياه. خلاص مش هيطلع لي دهون في المنطقه دي حتى لو كلت بنفس الكم اللي كنت باكل بيه قبل العمليه. بالظبط كده. تمام. لكن في نقطه انا احب اوضحها للمشاهدين والمشاهدات على الاخص، ان هنفترض ان مثلا منطقه البطن دي فيها مثلا 100,000 خليه دهنيه. السيده راحت لدكتور تغذيه، عملت رجيم، خست. ال 100,000 خليه دهنيه هم نفس ال 100,000، ما قلوش، هم نفس العدد، بس حجمهم قل بمقدار بقى التلت، بمقدار 10% 20%. فالمنطقه اللي هي عملت عليها رجيم خست. لكن هم 100,000 ما بيتغيروش، العدد ثابت. لان الخلايا الدهنيه لا تنقسم ولا تتكاثر، بس ما بيملوش تاني بعد العمليه. ما انا هكمل. في العمليه شفط الدهون احنا بناخد من ال 100,000 70,000. فضلوا 30. يبقى العدد هنا طبيب او جراح التجميل بنشتغل على العدد. بنقل من العدد. اما طبيب التغذيه واستشاري السمنه بيشتغل على الحجم. فالحجم قابل لانه يخس ويرجع يتخن تاني. اما العدد مش هيرجع. خلاص، هم كانوا 100 وانا خدت منهم 70 بقوا 30. ال 30 دول عمرهم ما يبقوا 100 تاني، لان الخلايا الدهنيه لا تتكاثر ولا تنقسم. فهتفضل نفس ال 30,000 هم. طب ده حلو قوي. في مميزات كتيره قوي في عمليه شفط الدهون. طب يا دكتور، برضو كنت سمعت عن حاجه ان في ناس بتبقى حابه تشفط دهون مثلا من منطقه البطن وتحط الدهون دي في حته ثانيه، او تاخد دهون من منطقه في جسمها وتحقنها في مكان تاني. الكلام ده مظبوط؟ ده الجديد. ده الطب الحديث، ان احنا الدهون زمان كنا بنتعامل معاها على انها حاجه زائده ملهاش اي لازمه، نشفطها ونرميها. نوريها بس للعيان بعد العمليه عشان يحصل له ساتسفاكشن، وعشان في مركز في المخ اسمه بودي ايمج سنتر، اللي هو مركز مرآة الجسم، يعني مركز بيحسن شكل الجسم. مع الوقت ست البيت بقى زي ما قلنا، ست البيت من شويه بتهمل شويه، تبدا تاكل تتخن، المركز ده يحصل له ايه؟ خمول، يعني يركن على جنب. لكن لما بنوريها الدهون وبعد الشفط المركز ده يبدا يتنشط من جديد. الجزئيه بتاعت ان احنا شفطنا الدهون من حد مش عايزها، طبعا بنوريها له ونقول له عايزها، يقول لا نتخلص منها. الجديد بقى ان احنا بنعيد استخدام هذه الدهون في مناطق تانية، اللي هو علاج نحافه بعض المناطق زي الوجه، زي الخدود، زي المنطقه بتاعت ما بين الشفايف والانف اسمه نيزوليبيال فولد، زي العرقوب، زي الارداف من ورا. برضو المناطق دي احيانا بتبقى السيده في منطقه فيها دهون زياده وفي منطقه ما فيش دهون خالص، فبتبقى حابه تعوض هنا عن هنا. بس القديم زمان كنا بناخد الدهون من نفس المنطقه دي نشفطها ويعيدوا حقنها. ما كانتش بتعيش، كانت بتقعد شهور بسيطه، شهر 2 3 4 شهور بالكتير والجسم يمتصها. الحديث ان احنا بناخد امهات خلايا الدهون، يعني حاجه زي الخلايا الجذعيه. بنعيد استخدام هذه الدهون، بندخلها في جهاز طرد مركزي يفصل الخلايا المتكسره، يفصل الماء المدمم اللي بيطلع مع الدهون في الشفط، يدينا امهات الخلايا. وناخد عينه دم من المريض ونحللها، نفصل منها برضو الصفائح الدمويه. ناخد الصفائح الدمويه نضيفها على امهات الخلايا. العمليه دي كلها بتجرى داخل غرفه العمليات. نضيفها الصفائح الدمويه، نضيفها على امهات خلايا الدهون اللي هي الخلايا الجذعيه عشان تنشط. احنا بقى بنحط في المكان الجديد خلايا
تكبر، اه مش خلايا حجم وبعد 4 شهور تختفي، لا، خلايا تكبر وتعيش وتتغذى وتبدا تنمو. انا اخس تخس، انا اتخن تتخن. ونحقنها بقى في المناطق زي الوش وزي الدقن وزي العرقوب بتاع الرجلين، المناطق اللي هي محتاجه حقن دهون. في خلال 3-4 شهور الخلايا دي بتكون خلايا دهنيه بحجم معين، وايه، وتبدا تملى الفراغ اللي احنا ناويين نملاه. وبنحقنها بطريقه حديثه اسمها سباجيتي تكنيك، يعني زي خيوط المكرونه الاسباجيتي، علشان تعيش. لان لو حقنت كميه كبيره الجسم هيمتصها كلها ومش هتعيش، لانها زي الرقعه. انا بحط خلايا دهنيه في مكان جديد كاني بحط رقعه في مكان جديد، عايز الجسم يعيشها، يعني يديها دوره دمويه، فما بحطش بكميات كبيره. طيب يا دكتور، احنا كده كنا جوه اوضه العمليات، خلينا بره اوضه العمليات بقى. ويعني خلينا نقول ان ممكن حد من المشاهدين دلوقتي بعد الكلام اللي حضرتك قلته اتشجع وقال انا عايز اعمل عمليه شفط دهون او عايزه اعمل عمليه شفط دهون. ايه الانستراكشنز او ايه التعليمات اللي حضرتك بتقولها في الاول؟ يعني مثلا تعمل ايه التحاليل او ايه الحاجات المطلوبه اللي المفروض نتاكد منها قبل ما المريض يدخل اوضه العمليات؟ بالظبط. في الزياره عندي لما بيجي لي المريض الاول بقعد معاه جلسه اشوف ايه اللي مضايقه نفسيا واجتماعيا وعائليا، ونبدا نحدد احنا هنعمل ايه. واقول لها الاتي: 1، المنطقه دي ونعلمها بقلم ماركر. 2، احنا هنشفط منها الدهون بطريقه معينه، واشرح لها الطريقه اللي انا شرحتها في اول الحلقه عشان ما تتخضش وتخاف. 3، بخليها تقعد مع المساعد بتاعي ياخد هيستوري، يعني تاريخ مرضي من اول ما اتولدت لغايه ما جت قبل. ايه العمليات اللي عملتها؟ تعرضت لايه؟ الادويه اللي خدتها؟ ادويه بتاخدها، عندها حساسيه ضد اي ادويه، عندها امراض مزمنه بتعالج منها، سكر، ضغط، قلب، حساسيه على الصدر، كبد، امراض في الصدر، مشاكل في التنفس. كل الحاجات دي انا بكون صوره كامله عن المريض بتاعي، وبنكتب كل ده في فايل عندنا علشان نحتفظ بيه. وبعدين ببعتها للمعمل التحاليل الموجود في المركز، يعمل لنا كل التحاليل ديت. تحاليل روتينيه اي حد هيخش اوضه العمليات لازم نعملها له. ليه؟ هنطمن فيها على الكبد، نطمن فيها على نسبه الانيميا، نطمن فيها على الصفائح الدمويه حجمها كميتها مظبوطه، نطمن فيها على نسبه السيوله بتاعته ونسبه التجلط طبيعي ولا فوق الطبيعي. لو فوق الطبيعي بنديله ادويه قبل العمليه ب10 ايام، فيتامين كي، علشان يحسن نسبه السيوله عنده، يعني نسبه السيوله تبقى طبيعيه، فنسبه التجلط تبقى طبيعيه، فما يحصلش اي مضاعفات، اي مشاكل وقت العمليه. لو مريض عنده السكر بنظبطه مع استشاري سكر، يقعد معاه، شوف تاريخ برضو السكر، بياخد ايه علاج، بياخد انسولين، بياخد اقراص، حاجات زي كده، نظبطه تماما بحيث يخش اوضه العمليات لا يعاني من اي شيء واحنا عارفين عنه كل حاجه. رغم انها ببنج موضعي ما فيهاش خطوره، بس احنا المريض بتاعنا بنعامله زي ايه؟ زي ابننا. يعني نخاف عليه اكتر ما هو خايف على نفسه، لان احنا عارفين هو ممكن يكون في حاجات مش عارفها، وده حتى يديه كمان يبقى عنده ثقه في الدكتور اللي بيعمل له العمليه اكتر. يعني لازم، ما هو ده ان احنا نتجنب حدوث اي مضاعفات حتى ولو بسيطه. بعد العمليه بنجيب له كرسي، وهذا الكرسي كرسي طبي مش بيتباع في محلات الملابس، كرسي مخصوص بمقاس اضيق من مقاسه، بتستمر على الكرسي ده مثلا من اسبوعين لشهر حسب المنطقه عشان الجسم ياخد شكله بقى، يعني عشان الجلد ريشيبنج بقى يطبع في المكان اللي احنا شفطنا منه الدهون، فالجلد ما يحصلوش ترهل. طب هل يا دكتور ممكن ان احنا نكرر عمليه شفط الدهون اكتر من مره؟ ممكن نكررها اكتر من مره، بس احنا عندنا ماكسيمم في الجلسه الواحده بناخد 8 لتر. جوه العمليات ممكن نعمل العيان تحليل هيموجلوبين واحنا جوه العمليه. لو لقينا الهيموجلوبين بتاعه كويس ممكن ناخد كمان 2 لتر. الحد الاقصى بتاعنا 4 لتر بعد ال8، يعني الحد الاقصى 12. لو عدينا ال 12 لا ما ينفعش، يبقى في منطقه ثانيه، يبقى نعملها بعد شهر ونص او 3 شهور لما المريض يستعيد كل حيويته وكل نشاطه من جديد. نبدا نعيد بعض التحاليل تاني، نطمن عليه، وبعدين ندخله جلسه تاني، ما فيهاش فيها اي مشاكل. طب يا دكتور، هل في حد مثلا جالك مريض جالك وقال لك انا عايز اعمل عمليه شفط دهون وكان وزنه كبير شويه، فقلت له لا لازم تعمل دايت مثلا تنزل 5 أو 10 كيلو وات ايفر، يعني عدد الكيلوات، وبعدين نبدا نعمل العمليه، ولا ممكن تتعمل
يعني في اي حجم مفيش مشكله؟ لا، هو في الاحجام احنا بنسميها السمنه المرضيه، اللي هي الموربيد اوبيزيتي. السمنه المرضيه دي عباره عن المريض اللي فوق 120 كيلو، 130 كيلو، 140 كيلو، وانت طالع لغايه 200 كيلو. ده احنا لو عملنا له شفط دهون وهو بال 200 كيلو مش هيستفيد. فاحنا الاول بنوجهه، حضرتك ال 200 كيلو دول ما نقدرش نشفطهم. على الاقل هو عايز 100 كيلو ينزل 100 كيلو، هنشفط 100 كيلو صعب جدا. فبنوجهه، بنقول له حضرتك محتاج الاول ننزل لنا 70 كيلو او 60 كيلو. وبعدين المناطق اللي ما نزلتش هي دي اللي نتعامل معاها بشفط الدهون. طب ننزل ازاي 60 70 كيلو؟ دي صعبه برضه. بنشرح له ان هو محتاج يا اما بالون معده علشان يخسس الجسم كله، لان بالون المعده ده بيخلي كميه اكله تقل، بيشغل حيز من المعده وبيتعمل بالمنظار، ما فيهوش نقطه دم، ما فيهوش مشرط، ما فيهوش غرزه، عن طريق الفم. طب دي يا دكتور مش ممكن تغني عن عمليه شفط الدهون؟ شفط الدهون للمناطق العنيده اللي بعد ما خس ما جابتش نتيجه، مفيش امل، فدي بقى الامل الوحيد هو شفط الدهون اللي هو ريشيبنج. احنا بنعمل دي وبنعمل دي، وفي نفس الوقت المريض ال 200 كيلو ده هو مش بيعاني من مناطق بس، ده هو كل وزنه صعب عليه. يعني تخيلي ركبتين ماشي بيهم 100 كيلو زياده، ماشي بيهم 24 ساعه. يعني الركبتين دول شايلين 100 كيلو زياده كل الوقت. وهو نايم بالليل ما يعرفش ينام على مخده واحده، لازم ينام على 3 مخدات، لانه نفسه ال 100 كيلو دول الزياده بيطبقوا على نفسه، يخلوه ما يعرفش يتنفس. لما يطلع السلم ينهج. يبقى لازم يتعامل الاول مع ال 100 كيلو الزياده او ال 60 70 كيلو الزياده بطريقه يا اما بالون المعده يا اما تدبيس المعده او تحويل المسار. دي الاختيارات بالنسبه للموربيد اوبيزيتي اللي هم الجماعه اللي فوق ال 150 و 140 كيلو. وبرده موجود وليها عندنا حلول، لكن مش شفط الدهون هو الحل بتاعها. حلها يا البالون يا تدبيس المعده يا تحويل المسار، ودي بنختارها حسب العيان وظروفه وعنده امراض ولا ما عندوش. طب يا دكتور، هل عمليات شفط الدهون بيكون ليها اي سلبيات؟ عمليه شفط الدهون البسيطه ما فيش فيها اي سلبيات طالما احنا محوطين على المريض. زي ما قلت لحضرتك بناخد منه هيستوري من اول ما اتولد لغايه ما قابلني، وبناخد منه التحاليل عشان نطمن على كل حاجه عنده. افرض جالي واحد عنده الكبد وانزيمات الكبد عاليه، لا معلش روح زور الاول استشاري الكبد، او احنا بنخليه يزور استشاري الكبد اللي موجود، ونظبط الكبد الاول، وبعدين نسال استشاري الكبد ينفع نعمل له عمليه ولا لا. قال ينفع يبقى نعمل، قال ما ينفعش يبقى ما نعملش. نهمنا الاول المريض صحته. مش العمليه. صحه المريض يعني صحته رقم 1، شفط الدهون رقم 2. طب هل يا دكتور لو جالك مريض عايز يشفط جسمه كله ويشده في نفس العمليه، هل بتوافق بده او ده ممكن يكون امن للمريض، ولا دي حاجه ممكن تبقى خطر فبترفض وبتقول لا؟ لو حد الاقصى للشفط هي اقل من ال 12 لتر ينفع. يعني في هنا مثلا نص لتر، وفي هنا نص لتر، وفي البطن 2 3 لتر، وفي الفخذين 2 3 لتر، مجموعهم على بعض. لو هيجيب ال 12 لتر فاقل، مع طبعا مراعاه ان التحاليل بتاعته تكون مظبوطه وكلها كويسه قوي. لكن فوق ال 12 لتر بنقول له لا، على جلستين. اوكي. يعني نعمل الجلسه الاولانيه وبعد كده نعمل الجلسه الثانيه. اما الشد الجسم كله ينفع في عمليه واحده، بس دي عمليه بتستغرق من 14 ل 16 ساعه. ده وقت طويل قوي. شد الجسم كله. ويقدر يتحرك المريض بعدها بقد ايه بقى يا دكتور؟ يعني يقدر يمارس حياته بقى عمليه شفط الدهون بعدها بقد ايه؟ هو بيروح من المستشفى بعد 4 ساعات. اوكي. وفي نفس اليوم بيمارس حياته البسيطه عادي خالص. ثاني يوم يقدر يرجع لشغله. مفيش مشكله خالص. طيب يا دكتور، في بعض الSMS اللي اتبعتت لنا، في مدام نجوى بتقول انا عندي مشكله كبيره قوي في منطقه البطن، وحاولت كتير ان انا اعمل دايت ولكن مفيش اي نتيجه، وكمان لجأت للادويه اللي كنتوا لسه بتتكلموا عليها وبرده ما جابتش نتيجه، بل بالعكس جابت لي اكتئاب، وانا نفسي اعمل عمليه شفط دهون ولكن خايفه وعايزه دكتور اشرف ينصحني اعمل ايه. مبدئيا صح، هي عندها حق في الحته بتاعه الاكتئاب، لان في بعض انواع ادويه التخسيس او ادويه سد النفس يعني بتخلي المريض اللي عنده الاستعداد يجي له اكتئاب فعلا. ثانيا بيجي له اكتئاب لما بياخد الادويه دي وما تجيبش النتيجه اللي هو عاوزها. بس هي دكتور بتجيب اكتئاب عشان هي بتشتغل على المخ اكتر، صح؟ هي بتشتغل سنترال، في حاجات منها بتشتغل سنترال على المخ اكتر. فاحنا بنتكلم على منطقه شفط الدهون اللي هي مضايقاها دي. اولا لازم اشوفها علشان نقيم هي محتاجه شفط بس
ولا شفط دهون وشد الجلد في نفس المنطقه في نفس العمليه. لو هتحتاج شفط بس، الشفط بس في منتهى السهوله، كانك بتزوري الدكتور وتاخدي حقنه وتمشي. فالموضوع لا يستغرق اكتر من ساعه، ساعه ونص الماكسيمم في العمليه. يعني في عمليه بتاخد معانا نص ساعه شفط دهون وبنج موضعي ومهدئ، هي مش حاسه بحاجه ومش خايفه من منظر اوضه العمليات. احنا ليه بنعملها في اوضه العمليات؟ عشان كده بيسموها عمليه، او احنا يعني بنقول للمريض عمليه شفط دهون، عشان بنجريها داخل غرفه العمليات، لان غرفه العمليات معقمه بالكامل، حتى الهواء اللي في غرفه العمليات معقم. بنجريها داخل غرفه العمليات لهذا السبب، عشان كل حاجه معقمه. الالات معقمه، الهواء معقم، حتى المريض بيغير لبسه، بنديله لبس من المستشفى برضه عشان يبقى بقيه سلسله التعقيم. الجراح بيلبس لبس تعقيم كامل رغم انها ما فيهاش فتح، ما فيهاش مشرط. بنفتح فتحه صغيره 6 مللي، يعني اقل من 1 سم، فما فيش فيها مشكله، ما تخوفش. هي دي النقطه يعني، بس برضه نقيم المريض لما نشوفه طبعا. طب هي دكتور بتبدا من سن كام؟ يعني مثلا من سن 18 سنه. 18 سنه. 18 سنه. يعني انا بشوف في شكاوي كتير من بعض السيدات ان ولادهم سواء ولاد او بنات بيعانوا من موضوع السمنه المفرطه، وبيبقوا عايزين يستسهلوا او يعني شايفين ان ده حل لطيف، موضوع شفط الدهون، وبيبقوا خايفين برضه، بيقول لك سنها صغير او سنه صغير فده ممكن يتاذي. ده بالعكس، ده كل ما السن صغر كل ما نحتاجش لشد الجلد بعد العمليه. ليه؟ لان الجلد فيه مادتين، ماده اسمها الكولاجين والماده الثانيه اسمها الاستين، الاستيك بتاع الجلد. كل ما قربنا لل 18 كل ما الاستيك ده يبقى بيمط حلو، فبعد ما احنا نشفط الدهون يرجع الجلد لطبيعته، ما يبانش فيه اي نوع من انواع الترهلات. كل ما السن كبر يعني 50 60 سنه الموضوع بيبقى صعب، كل ما الموضوع ان الالاستين والكولاجين دول بيريحوا، الفايبرز بتبدا تضعف، فساعتها نحتاج شد بعد الشفط في حالات معينه طبعا. دكتور طبعا بنشكرك جدا، للاسف وقت فقرتنا خلص، ولكن انا مبسوطه ان يعني حتى كتير من المشاهدين بداوا يتجاوبوا معانا، وكان في اسس كتير مبعوثه لحضرتك، وناس كتير اتشجعت على عمليه شفط الدهون، وان شاء الله تنورنا تاني. ميرسي يا فندم. استاذ دكتور اشرف كامل، استشاري اول جراحات التجميل بالمركز الطبي الدولي، بنشكرك جدا. شكرا يا فندم. مشاهدينا وقت فقرتنا، حضرتك بس اتفضل معانا نخرج فاصل. طيب مشاهدينا للاسف وقت فقرتنا خلص دلوقتي، يا رب تكونوا استفدتوا بيها، ولكن هنروح دلوقتي لفاصل صغير ونرجع لكم مع استاذ ايهاب ماجد خبير العلاقات الاسريه، وهيتكلم معانا عن موضوع حلقتنا، وايه هي الصفات اللي ما تتعاشرش، وازاي نقدر نختار شريك الحياه المناسب. فاصل صغير ونرجع، استنونا. مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل. صفات البشر كتيرة قوي، فيها الحلو وفيها الوحش، لكن في صفات صعب جدا اننا نتعامل معاها، والمشكلة دي بتزيد لما الصفات دي بترتبط بشريك الحياة وبتهدد سعادة البيت والأسرة، وبنقول ساعتها ان الزوج ده او الزوجة دي ما يتعاشروش. دلوقتي هنناقش مع بعض ايه هي الصفات اللي ما تتعاشرش في شريك الحياة، ازاي نبعد عنها واحنا بنختار شريك حياتنا عشان نقدر نختاره صح، وازاي كمان نقدر نكتشف الصفات دي في فترة الخطوبة. كل ده هنعرفه اكتر مع الاستاذ ايهاب ماجد خبير العلاقات الاسرية، واللي كمان هيقدم لنا نصايح مهمة جدا في الموضوع ده. اهلا بحضرتك، منورنا. اهلا بيكي يا مروه. اهلا بيكي دكتور. يمكن الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده فيه اختلاف كبير في الاراء، سواء للولد او للبنت قبل ما يختاروا شريك الحياه. يعني الزوج والزوجه خلاص وقعوا في الموضوع واتدبسوا مش عارفين يطلعوا منه، ولكن خلينا نتكلم عن بدايه الولد والبنت عشان يقدروا يختاروا شريك الحياه. يمكن في فتره ما بين ال20 او لغايه ال30 او فيما فوق بيحصل نوع من النضج الفكري في الدماغ وفي المتطلبات وفي الاحتياجات. فخلينا في البدايه نقول ايه الحاجات اللي عليها نقدر نختار شريك الحياه المناسب، على الرغم من ان ده ممكن يكون موضوع نسبي يختلف من شخص للتاني، ولكن خلينا نقول ايه هي الحاجات البيزكس.
شوفي خليني الاول ابدا معاكي بان ده من اهم القرارات اللي ممكن الواحد ياخدها في حياته. يعني انا لما باخد قرار مثلا في دراستي، دخلت كليه معينه، خد بالك ان القرار اللي انت خدته ده هو ده اللي بيحدد مستقبلك بعد كده. فمن ضمن القرارات المستقبليه اللي هي بتحدد مستقبلي بعد كده هو قرار الجواز. عايز اقول لك ان احنا كل حاجه في حياتنا، لو في حاجه دلوقتي بتسعدك، لو في حاجه بتحزنك، هي بدات بقرار من كام سنه. يعني انت عشان تكوني مذيعه بدات معاكي بقرار من 5 6 سنين، من 10 سنين. انا عشان اكون هنا واساعد الناس بدا معايا قرار من 10 سنين، وهكذا. فانت بتحدد مستقبلك من خلال قرارات معينه. من اهم القرارات دي هو قرار انا هتجوز مين. عايز اتكلم على حته يمكن الشرقيين واحنا عندنا في مصر بنحطها مهمه قوي كده، فكره القسمه والنصيب. واحنا بنرجع كل حاجه لفكره القسمه والنصيب. لو ربنا يعني يقول لك ايه، ربنا رايد لي واحده تعذبني، اكيد ربنا مش رايد لك حد يعذبك. ربنا رايد لي واحد يعذبني، اكيد ربنا مش رايد لك حد يعذبك. الفكره ان احنا من غير ما بنختار بشكل عشوائي، وبعدين تبقى قدامنا الامور واضحه جدا. يعني بعد ما تتجوز مثلا وبعدين ايه تيجي ترجع الشريط لورا كده، الحاجات دي كانت باينه، هو انا ليه ما خدتش بالي منها؟ اصل ده كان نصيب، اصل ده قدري، اصل ده نصيبي. لا، الحكايه دي مش حقيقيه خالص. ربنا عارف انا هختار مين. ربنا عارف، لان ربنا له واسع المعرفة ومطلق المعرفة. هو عارف اختياراتي ايه. انا عارف ان انا النهارده هلبس بدلة شكلها ايه، وهاجي اتكلم في ايه، وهعمل ايه. هو عارف، لكن هو مش بيجبرني على الاختيار. لان لو كان بيجبرني على الاختيار يبقى يحاسبني ليه؟ بالزبط. لو طلع جوزي فيه مشكلة أو طلع مراتي فيها مشكلة، فمعنى كده إن فكرة النصيب ربنا يعلم أنا هختار إيه، لكن مش بيحددهولي. مش بيحددهولي بمعنى إن هو مش بيجبرني عليه، لا، هو سايب لي الخير والشر، سايب لي كل الاختيارات قدامي، سايب لي حرية الاختيار، وأنا أختار ما بين ده وما بين ده. هختار بقى بناء على إيه؟ بختار بناء على نيتي. يعني خدي بالك إن إحنا في حتة مهمة قوي بننساها كده وإحنا بنختار. لما تلاقي واحد مثلا إيه طول الوقت هو بيلعب، بيعرف دي وبيعرف دي، وبعدين جه بقى ربنا كرمه وتاب وقال انا هختار بنت الحلال، فتلاقيه بيختار اللي يتناسب مع نيته في الوقت ده. طب لو انا نيتي مش مظبوطه في الوقت ده، فتلاقيني بختار حسب نيتي في الوقت ده. طب معلش انا عايزه اعرف يعني ايه يتناسب مع نيته في الوقت ده؟ يعني انا نيتي خلاص بقى، انا نويت ان انا استقر، نويت ان انا افتح بيت، نويت ان انا اشوف بنت الحلال اللي انا هصونها وهصون نفسي بعد كده، فاختار حد يتناسب مع تفكيري مع نيتي. فتلاقيني عينيا بتروح بقى، خلاص نسيت الحاجات بتاعت زمان، عينيا بتروح لحاجه مختلفه، بركز على حاجه مختلفه. هديلك مثال بسيط لحاجه زي كده. لو نفترض ان انا عندي واحد كان عنده علاقات كتيره قوي، وهو بالنسبه له يعني فكره الجواز ما كانتش في دماغه، وبعدين ربنا هداه وتاب وبدا ان لا من الموضوع، لا انا لازم اختار حد كويس. فهيختار مين؟ مش هيختار شبيهات اللي هو كان بيعرفهم قبل كده. بتلاقيه ان هو بدا يختار جانب تاني مختلف خالص عن حسب حالته النفسيه اللي هو عايشها في الفتره دي. بالظبط كده. فدي اول حاجه احنا عايزين ناكد عليها، ان فكره الاسم والنصيب دي فكره وهميه موجوده عندي انا، بتخليني احيانا اسيب نفسي بشكل عشوائي فاختار حد مش مناسب بالنسبه لي. ممكن يا دكتور نقول عليها انها فكره اتكاليه؟ وهي فكره اتكاليه، ده حقيقي جدا. يعني انا بسيب الامور بقى ايه تمشي كده من غير ما انا اشغل دماغي. وربنا مدينا دماغنا ليه؟ ربنا مديني عقل علشان افكر فيه واختار بيه. ده اول حاجه. تاني حاجه اللي انا برضو عايز احطها لشباب كتيره جدا، اللي هو فكره ان انا اختار حد انا بحبه برغم انه ممكن ما يتناسبش معايا اجتماعيا، ما يتناسبش معايا ماديا، ما يتناسبش معايا علميا، واجي اقول ايه اصل الحب بيدوب كل المشاكل. طب انا اقول لك بقى، اقول لحضرتك على الموضوع ده، لان انا يعني يمكن في صحباتي كتير بيعانوا من المشكله دي، انه يبقى في واحد بتحبه جدا جدا ولكن ما فيش اي تكافؤ ما بينها وما بينه، لا علميا ولا اجتماعيا ولا ماديا ولا اي حاجه، ومش مقتنعه بيه ولكن بتحبه. على العكس يبقى متقدم لها واحد كويس جدا وفي حاجات كتير كومن ما بينها وما بينه، ولكن هي مقتنعه بيه ومش بتحبه. هنا بيحصل حاله من الصراع الداخلي ما بين العقل وما بين القلب. طب مين اللي يكسب عشان الحياه فيما بعد تبقى افضل؟ شوفي احنا عندنا ناس بتختار الجواز ده، خدي بالك ان احنا لو عندنا جواز ناجح هيبقى عندنا مجتمع ناجح، لان الجواز ده هيؤدي الى اسره ناجحه، هيؤدي الى اولاد متربيين كويس، هيؤدي الى مجتمع متربي في النهايه. ودي المشكله اللي احنا بنعاني منها من المجتمع حاليا.
ان ما حدش فاضي يربي يعني، فبالتالي احنا عندنا مشكله. فاحنا لو عندنا جواز ناجح هيبقى عندنا مجتمع ناجح بعد كده. فاحنا بنختار بطريقه عشوائيه، يعني احنا ممكن نختار بقلبنا بس، فتلاقي ان انا لا نسيت حاجات تانية كتيره مهمه. ممكن اختار بعقلي بس، فممكن الجانب العاطفي ما يبقاش موجود، وبالتالي برضو انا هكون بعيني بعد كده. فعندنا اختيارات متعدده، احنا محتاجين ان احنا ناخد اختيار متكامل. يعني ممكن تلاقي في بعض الناس بتتجوز جواز مصلحه ما بيكملش. ممكن تلاقي بعض الناس بتتجوز جواز علشان العيله عايزه كده، علشان اسرتي عايزه كده، علشان انا ما قداميش غير ان انا اتجوز لان ده اصبح حاجه اجتماعيه وانا لازم اعملها، وهكذا. عندنا حاجات كتيره قوي. فاللي انا عايز اقوله ان احيانا انا ببقى الحب بيعمل ايه؟ الحب زي ما بيقولوا الحب اعمى. هو مش اعمى، هو بيلغي بعض الحاجات المهمه في اللي انا شايفه قدامي، وبالتالي انا ما ببقاش واخد بالي من اهميه التكافؤ الاجتماعي. التكافؤ الاجتماعي ده طب هيفرق معايا في ايه بعد كده؟ هيفرق. انا عايز اقول ان العالي في المجتمع او القليل في المجتمع ولا ده ميزه ولا ده عيب. هو كل الموضوع ان انا عندي جهازين. هنفترض ان انا عندي جهازين، وعندي من جهازين موبايل مثلا، وعندي شاشه هنا ما تنفعش للشاشه دي، مفيش تكافؤ ما بينهم، لكن هي كويسه قوي في مكانها ده، بالزبط. وده كويس قوي في مكانه ده، لكن الاثنين ممكن يأدوا نفس الغرض. طيب استاذ ايهاب، معلش احنا معانا مدام سوسن على التليفون. مدام سوسن مساء الخير. خير. اهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا بحضرتك، لو سمحتي كنت عايزه استشير مع حضرتك. اتفضلي يا فندم. لو سمحتي، انا ابني عنده 29 سنه. بيجيب لي شخصيات لا تتناسب معانا، لا ثقافيا ولا اجتماعيا ولا سياسي ولا اي مستوى. احنا نجيب له ناس كويسين جدا يرفض. طب اتصرف معاه ازاي ومرتبط لي بواحده مش من مستوانا؟ هقول لحضرتك. طيب استاذ ايهاب هيجاوب على حضرتك حالا، خليكي متابعينا. ميرسي لحضرتك يا مدام سوسن. شوفي الحالة اللي كنا لسه بنتكلم فيها موجودة كتير جدا، ونرجع تاني لفكرة ان انا بحب فانا ممكن اقول ان الحب يغنيني عن اي حاجة تانية. ده كلام مش حقيقي خالص. لكن في الحالة بتاعت مدام سوسن ينبغي عليا ان انا اسيبه، لان انا احيانا لما في ممكن تلاقيه بيعاند، يعني هو ممكن يكون واخد قرار بس هو بيعاند. فانا لما هسيبه واخليه يطول فترة الخطوبة، لما هيطول فترة الخطوبة هيظهر لي هيكتشف عدم الصفات اللي ما تتعاشرش في البنت اللي معاه. لكن طول ما انا بركز له على خد بالك ان هي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، هو مش شايف، لان العقل بيعمل الغاء لكل العيوب ويركز له على الحب ويركز له على المحاسن اللي هو شايفها. فاحنا عندنا مشكلة أساسية جدا في فكرة الاختيار بتاعنا، ان احنا مش عارفين نختار على اساس ايه. طب هل الحب، هل العقل، هل الدين؟ احيانا انا باجي اقول ايه، ده راجل متدين، ده ما بيسيبش فرض، دي ست منقبه، دي ست، دي كذا دي كذا. الفكره مش فكره، ما احنا ممكن الاقي حد متدين جدا وعنده حاله نفسيه بالظبط، ممكن الاقي حد متدين جدا ومريض غيور بدرجه ممكن تخلي البيت جهنم. فانا محتاج ان انا يكون عندي شويه شروط علشان ابدا اختار الشخص ده. طب استاذ ايهاب، يعني مثلا لو مدام سوسن سابت ابنها يرتبط بالبنت اللي معاه اللي هي ما فيش اي تكافؤ ما بينها وما بينه، وتمادى واتجوزها، يعني حتى لو هو اكتشف عيوبها وكمل وعاند واتجوزها، خدي هقول لك على حاجه يا مروه. احنا مش اصحاب ولادنا. انا عارف ان ده ممكن كلام شويه غريب علينا كمجتمع شرقي. احنا مش اصحاب ولادنا، احنا المفروض ان احنا نربيهم بطريقه معينه ونساعدهم على ان هم يكون عندهم الثقه ان هم ياخدوا قرارات في حياتهم ويتحملوا مسؤوليه قراراتهم حتى لو كانت غلط. انا عليا ان انا اظهر له بعض الامور وانصحه واسيبه في فتره الاختبار دي، فتره الخطوبه دي يختبر كويس جدا. لكن هو لو خد قرار هو اللي هيتحمل مسؤوليته، مش انا مفروض ان انا اتحمل مسؤوليته. فانا ما اقدرش ان انا امتلك ابني لدرجه ان انا اجبره، لان خدي بالك ان في الاجبار هيبقى عندي مشكله في اتجاه تاني. يعني هو ممكن ساعتها يتجوزها من ورايا، فانا هيبقى عندي مشكله تانيه. بس يعني هو انا فاهمه طبعا النموذج بتاع مدام سوسن وغيرها من الامهات، هم بيبقوا خايفين عشان بيبقوا ليهم رؤيه. الام دايما تقول انا قلبي بيحس بالبنت او بالولد ان ده كويس او دي مش كويسه، فبيبقى ليهم رؤيه خاصه بيهم، بيبقوا شايفين لقدام ولادهم داخلين على ايه. يعني هي اكيد لو هي شايفه ان البنت اللي مع ابنها دي
بنت كويسه وتصلح له، اكيد كانت هتشجعه، اكيد هي نفسها تفرح بيه وانه يخلف، ويعني الحاجات دي كلها بتاعت كل الامهات، ولكن هي اكيد بتبقى عايزه توفر عليه حاجات كتير، زي ما دايما امهاتنا تقعد تنصحنا في حاجات نقول لها لا سيبينا نجرب، بالظبط كده، سيبينا نجرب بنفسنا لغايه ما نروح للنار نتلسع فيها ونرجع تاني. فهي دي المشكله. هي احيانا بتبقى النار بقى بتبقى كبيره قوي لدرجه ان هي ممكن تلتهم هذا الشخص يعني. فاحنا ما قدمناش مع الشخصيات العنيده او الشخص اللي مش قادر يشوف الحقيقه غير ان احنا نسيبه يشوفها بنفسه ويتحمل مسؤوليه اختياره، لان ربنا خلقنا وادى لكل واحد عقله واداله حريه الاختيار، فاحنا ما نقدرش نكون مسؤولين عن غيرنا. طيب خليني الخص لك احنا ممكن نختار ازاي. احنا في عندنا عايزين الاول نعرف فكره الجواز، هو الجواز عباره عن ايه؟ لان في بعض الناس ممكن تكون شايفه الجواز بان هي نوع من انواع التغيير، يعني انا زهقان وعندي ملل، حياه جديده يعني داخل على حاجه جديده نجرب يعني. فتغيير ممكن يشوف ان هو ده ضروره اجتماعيه، لكن هو الجواز الحقيقه عباره عن شركه يعني شركه خاصه جدا، لانها بين اتنين المفروض ان تكون حياتهم خاصه جدا بان هما الاتنين في علاقه مستمره. لو انا حطيت الثلاثه دول قدام عينيا وانا بختار، هختار بطريقه مختلفه، وفي جوانب كتيره في الجواز لازم تحطها قبل ما تيجي تختار. العلاقه دي علاقه عاطفيه، علاقه عقليه، علاقه جسديه، علاقه اجتماعيه، علاقه روحيه. فانا هحط دول كل الجوانب دول قدامي وانا بختار. ما يجيش حد يقول لي ايه مش مهم عيلتها، مش مهم عيلته. ما ينفعش، انتوا هتتواجدوا مع بعض في مناسبات، هتزوروا بعض. خدي بالك في نقطة مهمة تانية، ابني لما يطلع، لو أنا مثلا من أسرة فقيرة وجد يعني من الأم أسرة غنية، فابني يجي عندي أسرتي ما يبقاش عايز يروح لهم لأن هم ما عندهمش الإمكانيات اللي موجودة عند أسرة، فالولد هيكون مشتت. فانا كمان انا تاثير ممكن يكره دول ويحب دول، هيبقى عايز يبقى شبه دول وبياكل زيهم وبيلبس زيهم، ودول لا. بالظبط. فانا تاثير ده على اولادي ايه؟ فخلينا ناخد بالنا ان انا اول حاجه لازم يحصل، اول حاجه تكافؤ اجتماعي. وارجع اقول ان مش معنى ان ده كويس ومش معناه ان ده وحش، لا ده ليه حاجه تناسبه وده ليه حاجه تناسبه. تكافؤ الاجتماعي. عايز اقول ان في تكافؤ مادي، يعني ما ينفعش ان يكون الفروق عاليه جدا بين الطرفين. ان التكافؤ الاجتماعي هيؤدي الى حياه اجتماعيه هاديه. التكافؤ المادي هيؤدي ان انا عندي الحد الادنى من الاحتياجات اللي انا ممكن اوفرها. عندي التكافؤ بعد كده التكافؤ العلمي والثقافي. ده بيؤدي في النهايه ان في حوار بيني وبين مراتي او بيني وبين الطرف الثاني. طب استاذ ايهاب لحظه واحده بس، معانا منى. مساء الخير. ايوه مساء النور. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عندي ابني عنده 27 سنه. هو خاطب بقاله 3 سنين. حصلت مشاكل كثيره ما بيني وما بين اخوها يعني وكده، كان لسانه طويل شويه. وبعدين هو متمسك بيها جدا وبيقول لك هي هتساعدني في ان انا افرش وان انا اجيب العفش وان انا كده، وانا مش معقول اسيبها بعد 3 سنين. وانا مش عارفه اتصرف. هي هتساعده في الفرش بمعنى ايه؟ هتساعده ماديا؟ هتساعده ان هي تجيب حاجات لان هي اكبر منه. اوكي، فهتساعده ماديا يعني. هي اكبر منه. بس هو بيحبها؟ بيقول لي انا ما بحبهاش بس هي هتساعدني، انا هلاقي فين حد يساعدني كده في الزمن ده. اللي هو لا عنده لا شقه ولا عنده اي حاجه. وبعدين في نفس الوقت يعني هي كمان برضه المستوى الاجتماعي غير مستوانا خالص يعني. وبعدين هي اكبر منه. يعني حضرتك مش موافقه بالموضوع خالص؟ وانا قلت لها شوفي مصلحتك، يعني انا مش عايزاكي يعني اكتر من كده، اقول ايه مش عارفه يعني. فبرضه هي متمسكه وتقول لك احنا بنحب بعض وانا مش عارفه اتصرف اعمل ايه. طب ممكن افهم بس وجهه نظر حضرتك في الموضوع؟ يعني ايه اللي مش عاجبك؟ هل مش عاجبك تفكير ابنك ان هو مثلا بيفكر تفكير عقلاني او تفكير مصلحه بس، ولا مش عاجبك ان هي اكبر منه، ولا ايه بالظبط النقطه اللي مش عاجباكي؟ هي اكبر منه. المستوى الاجتماعي بان عليه، يعني بان بعد الفتره اللي احنا فيها دي. انا من 1.5 سنة قلت لها بنتي شوفي مصلحتك. تمام. فهي برضه ما فيش فايده لا هي ولا اهلها، يعني هم ماسكين فيه، يعني ماسكه بنت حلال يعني. انا مش عارفه اتصرف اعمل ايه. هو بابا متوفي وانا مش عارفه اعمل ايه. طيب استاذ ايهاب هيرد على حضرتك دلوقتي حالا. طيب ناخد بس سهير كمان. طيب سهير مساء الخير. سهير. الو. ايوه مساء الخير يا سهير، اتفضلي. وعليكم السلام.
يعني انا ليا راي في موضوع بعد اذنكم، يعني اللي هي ازاي نتعامل مع الاطراف الاخرى، اللي هي اذا كانت الابن ومراته او البنت وجوزها في المستقبل يعني ان شاء الله. فانا متهيألي بالنسبه للام اللي هي لقت ابنها هياخد مستوى اقل منه، هي تقعد معاه تصاحبه كده هو بطريقه جميله وتقعد معاه تقول له اقعد تخيل كده خلان ولادك، الاهل ولادك هيحتكوا بانهي مجتمع، وبحيث انه تديله فرصه ان هو يتخيل اللي جاي ان شاء الله. فاعتقد ان ده هيكون يعني حته هيفرمل شويه او هيقعد يعيد حساباته من تاني. وبالنسبه للبنت نفس الشيء، لان لما بيكون مستوى اعلى وان شاء الله كده يعني بيتجوز وكده، بيبقى مهم جدا بالنسبه له ولاده هيحتكوا بمين، ولاده هيحتك بابن خاله مين، ولا بنت ابن خالته مين، ولا ده مهم جدا. العيله يعني المحيطه بيه يعني. بالظبط بالظبط. وبعدين يعني بعد اذنك معلش انا عايزه اتفضلي. لا اتفضلي. بالنسبه برضو لحته الاكبر منه او الاصغر منه او كده، دي محتاجه ان الام تبقى صديقه شويه وتقعد وتشرح زي ما الدكتور قال، تشرح كل الاخطار اللي او المعوقات اللي هيحتك بيها والكلام ده وتسيبه. لازم ندي ولادنا فرصه الاختيار، وزي ما قال الدكتور يتحملوا نتيجه اختيارهم. تمام يا سهير، بنشكرك جدا. طيب دكتور عايزين نلحق. شوفي انا عايز اقول لك ان هي قالت حاجات مهمه جدا. خدي بالك ان احنا ده ليه علاقه كبيره قوي بنوعيه التربيه اللي احنا بنربي بيها اولادنا. وخدوا بالكم كل حد بيتفرج عليا عنده ابن او بنت، لازم نعلمهم من وهم صغيرين الثقه بالنفس والثقه في الاختيارات، ونعلمهم اختيارات بعد كده عشان دي هتقابلهم في حياتهم بعد كده. لكن هي قالت حاجه مهمه جدا، ده ممكن فعلا نستخدمه، واحنا بنسميه عندنا التخيل المسبق للمستقبل. أنا خدت قرار معين وأبدأ أمشي بالقرار بتاعي في المستقبل، أشوف المستقبل بتاعي ممكن يبقى شكله عامل إزاي بناء على القرار اللي أنا خدته. اللي هي قالت أنا أتخيل ولادي هيبقوا شكلهم عامل إزاي. دي قصة مهمة جدا، عشان أرجع تاني وأقول إن إحنا محتاجين فعلا نربي ولادنا على فكرة اتخاذ القرار وتحمل مسؤولية يعني القرار. الأهل عليهم عامل كبير جدا 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 في اختيار شريك الحياة من بداية التربية. بالظبط، هو بيبقى باين من التربية. أنا مربي ولادي إزاي. إحنا أي معاناة بنعانيها مع ولادنا هي نتيجة ومحصلة لتربيتي ونوعية تربيتي لولادي، فإحنا ناخد بالنا من الحتة دي، لأن ده هيفضل مصاحبنا طول الوقت مع ولادنا. طيب أستاذ إيهاب، عايزين بس نلحق نرد على مدام منى على ابنها اللي عايز يرتبط بواحدة أكبر منه. شوفي ده الجواز عشان هتساعده في جهاز البيت. ده الجواز المصلحه. احنا ده انا عندي مصلحه هنا، بس خد بالك انا عايز يعني يا رب يكون سمعنا يا رب ان اي حد عنده نفس الموقف ده. خد بالك ان الجواز مش العفش، وان الجواز مش الشقه، الجواز حياه كامله انت بتعيشها، بتغير في مستقبلك تماما بعد كده. يا اما تاخدك وتخلي مستقبلك احسن، يا اما تاخدك وتخلي مستقبلك اسوأ. فانت محتاجين يعني ممكن نكلم الناس بعد كده على الشباب بقى ازاي يكون نفسه، ازاي يحط هدف علشان ما يكونش اختياره مبني على مصلحه. طب مش ممكن ده يكون من اولوياته، فالاولويات دي هتسعده فيما بعد؟ بمعنى ايه حتى لو كانت مصلحه، يعني الاولويات بتاعته ان هو يكون مرتاح ماديا مثلا، فهو شايف ان دي حاجه فيما بعد هتخليه مبسوط، هتخليه مرتاح، بدل ما يتجوز واحده بيحبها ويقعد يكافح. من وجهه نظره هو، ما هو من وجهه نظره هي هتؤدي في النتيجه لايه؟ طب اوكي انا عندي شقه وعندي عفش وعندي كل حاجه، لكن حياتي بعد كده ممكن تكون شكلها عامل ازاي؟ فلو هو بدا الجواز على مصلحه، اكيد يعني هو كمان هي بتساله انت بتحبها؟ ما بحبهاش. طب يعني انت ما بتحبهاش وفي مصلحه وهي اكبر، اكيد الحياه بعد كده اكيد مش هتبقى حياه سعيده. طيب احنا المفروض نختم دلوقتي، بس قبل ما اختم عايزه اعرف العقل ولا القلب اللي يكسب؟ الاثنين مع بعض. لازم الاثنين. لازم يحصل قبول، لازم يحصل قبول الاول، والقبول هيؤدي الى حب، وبعد كده يبقى العقل من خلال ان انا شفت التكافؤ اللي ممكن يكون علشان تستمر حياتي بعد كده. استاذ ايهاب ماجد خبير العلاقات الاسريه، نورتنا ويعني قلت لنا معلومات ونصايح فادتنا، ويا رب يكون كل مشاهدينا استفادوا. وزي ما استاذ ايهاب قال لكم ان لازم التربيه من البدايه هي العامل الاساسي، وهي دي اللي هتؤدي لاختيار شريك حياه مناسب لكل اولادنا. يا رب تكونوا استفدتوا وتكون حلقتنا عجبتكم. استنونا بكره في حلقه جديده وعيش صح. باي باي.